الوزراء اللي طالعين بيتكلموا عن ارتفاع الأسعار والأزمة اللي احنا فيها، تحس كده ان هم طالعين يستفزوك ويطلعوا لك لسانهم ويحرقوا دمك. واحد زي وزير النقل طالع بيتكلم عن أزمة ارتفاع تذاكر المترو بضحك واستخفاف شديد من الأزمة اللي احنا فيها. وبيقول لك ايه؟ ان كل المرتبات زادت من 2019 لحد دلوقتي، مش من حق موظف النقل يعني ان مرتبه يزيد؟ يعني انت بتدفع الزيادة في مرتب الموظف من جيب المواطن الغلبان؟ ما علينا. رئيس الوزراء كمان بيقول لك ايه؟ ان الانبوبه بتكلفنا 200 جنيه بنديها للمستهلك ب 75 جنيه، وارتفاع اسعار الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الدولار، واننا بنجيب الوقود بالدولار من بره. طب ما تجيبوه من جوه، واحنا مالنا حضرتك؟ تجيبوه من جوه، تجيبوه من بره، تجيبوه من اي داهيه، هو الشعب هيتحمل فشلكم؟ تقدروا تشوفوا حلول تانية بدل ما تستوردوا الطاقة بالدولار من بره وتطحنوا المواطن أكتر ما هو مطحون. لكن انتوا هتتعبوا نفسكم ليه؟ ارفع ارفع ارفع، أسهل حاجة عندكم. وبيقول لك إيه كمان؟ إن خسائر الكهرباء أو دعم الكهرباء، الدعم بالنسبة لهم بقى خسائر عليهم، ووصلت السنة دي بس 90 مليار جنيه. طب سيبك من الكهرباء اللي بتقطع كل يوم ساعتين بجدول رسمي، الفواتير اللي الناس بتصرخ منها دي بتروح في جيب مين؟ شكل كده شركات الكهرباء بتسرق الدولة. وزير التموين بقى بيقول لك ايه؟ ان بطاقة التموين عليها زيت وسكر وممكن مكرونة، والرز اتلغى عشان غالي. الله عليكم بجد، الله عليكم، تصريحاتكم اسعدتنا ونورتنا. دي حكومة تدير دولة؟ يا نهار اسود. بغض النظر عن محاولاتكم الفاشلة لتبرير أزمة ارتفاع الأسعار، كل اللي بيحصل ده بيشير لحاجة واحدة: رفع الدعم تماما عن كل الخدمات زي ما حكمت علينا شروط بنك النقد الدولي، وانتوا بتنفذوها لكن بالتدريج. ايه الكلام ملوش لازمة؟ ايه البلد غرقت بالقروض اللي عملتوا بيها عواصم ومونوريل يخدم العواصم دي، وبرضه الغلبان هو اللي دافع تمنها عشان الكبار يعيشوا فيها. كفاية ضغط على الناس. الناس ما بقتش لاقي اساسيات حياتها اللي هي الاكل والشرب. حياتنا وقفت، احنا جالنا اكتئاب من اللي احنا بنمر بيه ومش عارفين نهايته ايه.